يخسر ديبورتيفو التي لم تصل بعد. اول كره توصل هدف جول. يا لا من لعبه ويلا من هدف مباغت رائع وجميل لصالح ديبورتيفو لا كورون. يفتح مجال التسجيل من اول لمسه، اول تمريره واول كره واول اهداف المباراه لديبورتيفو لا كورون. ايفان سانشيز ريكي يسجل هدفه الثالث مع ديبورتيفو لا كورون هذا الموسم امام الريال في سانتياغو برنابيو بكيفيه رائعه. اوب استلم، راوغ الاول ثم الثاني، دخل امام ايكر كاثياس، حطها على يمينه، افتتح مجال التسجيل. 3 لمسات تقريبا كانت باصابع الارجل من لاعبي فريق ديبورتيفو لا كورون. ريكي وحده امام ايكر كاثياس يفتح مجال التسجيل لديبورتيفو. هل هناك اجمل من هذا لكي تشعل المباراه في سانتياغو برنابيو امام ريال مدريد؟ اقول تشعل المباراه. الخبره امام الخبره، نعم، لانه على نزوبيا وكذلك عنده كل الخبره اللازمه لتسمح له بصد ضربه الجزاء هذه. رونالدو يسجل هدف التعادل لصالح ريال مدريد ويعيد الامال ويبعث الثقه مجددا لعناصر ريال مدريد امام ارونزوبيا في موسمه الخامس مع ديبورتيفو لا كورون. ريال مدريد يعود من بعيد ويعدل النتيجه عند الدقيقه 23 امام انظار خوزي لوي اوليرا مدرب ديبورتيفو لا كورون. الحارس في جهه والكره في جهه اخرى. رونالدو يسجل ببراعه ويعيد الامل والثقه في النفوس في وقت كنت اتحدث عن خوخي مينديز اللي هو مودريتش. هدف ثالث. هدف ثاني. يا لا من تمريره ويا لا من استلام ويا لا من متابعه. مودريتش حط على طبق بدوره، اوزيل يحط على طبق، ولكن مودريتش ايضا يحط على اطباق. حطها لينخل دي ماريا، خرج كالقط في الزاويه في القائم الثاني، انفلت، سدد في المره الاولى، ضربت في الحارس وفي القائم ورجعت وضربها بالراس وسجل الهدف الثاني لفريق ريال مدريد. شوف التمريره من مودريتش من كرايف، حطها لأنخيل دي ماريا. المدافع باقي يتفرج على أنخيل دي ماريا وهو ياتي من بعيد، يستلم الكره بعد ما ضربت في القائم. شمها أنخيل دي ماريا من امام زي كاسترو البرتغالي، بقي يتفرج وتوقف عن اللعب. لا يجب ان تتوقف تماما مع الريال ومع أنخيل دي ماريا. الهدف الثاني للريال. دي ماريا يوزعها القائمه الثانيه الى الكره دي رونالدو. جول في منتهى الروعه من كريستيانو رونالدو بالراس. الثالث في اللحظات الاخيره من الشوط. يا من كرة ساخنة وصعبة وخطيرة. إيغوايين هو اللي كان وراء التسديدة من هناك على يسار على يمين خط هجوم الريال. الحقها كريستيانو رونالدو بكل الإصرار وبكل الإرادة وبكل المهارة وبكل القوة، وكأنه يريد أن يقول الريال لم يمت ولن يمت، أنا كذلك، أنا هنا ونحن هنا جاهزون للمواجهة أمام البارسا الأسبوع المقبل. إيغوايين في القائمة الثاني يسدد ورونالدو بالراس. ضربها في الارض بذكاء. شوف لو ضربها مباشره كان يصدها المدافع، ضربها في الارض باغتة المدافع كارلوس على المدافع زي كاسترو البرتغالي. شوفها مره اخرى، يصدها من هناك الحارس ثم بالراس من رونالدو، ضربها في الارض ثم دخلت الثلاثيه بفارق هدفين احسن من فارق واحد. وبنزيما يسجل جول كريم. لا بيبي عفوا، بيبي يسجل الهدف، هدفه الاول هذا الموسم ببراعه. طبعا يشبه تقريبا كريم بنزيما في اللقطه اللي شفناها هكذا. بيبي سبق الجميع وسبق المهاجمين وسجل هدفه الاول هذا الموسم. شفتوا التبسيمه الصغيره نتاع مورينيو على بيبي. لما بيبي يسجل هدفه الاول هذا الموسم. ملعب سانتياغو برنابيو كله بيبي سعداء بتسجيل بيبي لهذا الهدف الاول. سبق كريم بنزيما وسبق رونالدو وسبق راموس. التوزيع من اروع ما يكون من تشابي الونسو. بيبي يسجل اول هدف هذا الموسم مع فريقه ريال دي مدريد. 4 أهداف مقابل هدف واحد. بيبي مع الريال في الدوري. رونالدو ام على اليسار. رونالدو بابا مش عارف اذا توافقوني الراي عندما نقول لكم الهدف اللي تضرب الكره في القائم وتدخل يكون اجمل.
طبعا القائم في بعض الأحيان يقولوا بأنه أفضل من الهدف، ولكن عندما تضرب في القائم وتدخل تكون أجمل. مورينيو يفكر في البارسا، رونالدو سجل ثلاثية اليوم، هدفه السادس، خلاص انتهى الحديث، انتهى سيناريو الكلام عن رونالدو، مغادرته للريال، رونالدو وغضبه، رونالدو وزعله، رونالدو وتعاسته. ليس هناك تعاسة من اليوم بالنسبة لكريستيانو رونالدو بعد هذه الثلاثية. كان تعيس من أجل أن يزداد راتبه، صار سعيد بعد أن